وفد قافلة الحرية عاد من لقائه مع المسؤولين السوريين على الحدود السورية التركية في مدينة كيلس بعد رفض السلطات السورية السماح لأعضائها وما تحمله من مساعدات بالمرور. منظمو القافلة أعلنوا أنهم سيعتصمون ليومين قرب الحدود احتجاجا وسيوزعون المساعدات على اللاجئين السوريين في محيط سوريا. الجانب التركي التقينا فيه وكان متعاون بشكل جيد. الجانب السوري كان جوابه رفض، وأراد أن يدخلنا في دهاليز وموافقات خارجية. ناشطو القافلة من المغتربين السوريين القادمين من مختلف أنحاء العالم أرادوا أن يساهموا في الحراك الشعبي ويلفت الانتباه